بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، تعالوا النهاردة نعمل مسقعة. حاجة كده خفيفة وسريعة. بس طبعا احنا ما بنحبهاش بالطريقة اللي هي بتبقى مرصوصة طبقات دي. اللي بيحبش المسقعة بشكلها اللي هي مرصوصة ويبقى طعم البرنجان باين قوي. فانا هقول لكم النهارده على طريقة جميلة قوي هتحبوها جدا، وبتبقى كلها مهرية في بعضها ومستوية ومش باينة. بنحطها في الفرن تاخد وش. هنا عندنا 4 فصوص او 5 فصوص توم. انا يعني حاطه 4 عشان مبحبش توم كتير قوي. هنشوحهم بسمنه. هنا يا حبايب قلبي انا شوحت التوم بحته سمنه. وهنا انا كنت برنجان وبطاطس وفلفل. في ناس بتحبها برنجان وفلفل، بس انا بحبها برنجان وبطاطس وفلفل، وبعدين بتبقى طعمها جميل قوي. وكنت قاليه قرن فلفل حامي معاها، طبعا ده اختياري. بخليها تاخد تشويحه كده مع الثوم. انا مش عايزاها تبان اي حاجه، انا عايزاها كلها تتداخل مع بعض وتبقى عطياني طعم واحد، يعني ما احسش بطعم البرنجان لوحده والبطاطس لوحدها والفلفل لوحده. لا، انا عايزاها تبقى كلها متداخله في بعضها. فانا بهرسها وبرده بسيبها تستوي كتير جدا على النار. نحط التوابل بتاعتنا، احط فلفل اسمر، كمون، كزبره، ملح، ولو عايزين شطه نحط شطه. يلا بينا نحط التوابل. هنا يا حبايب قلبي حطينا التوابل، نخليها الله شمينا الريحه، نخليها كلها تشرب من بعضها كده التوابل. وبرده طول ما انت بتقلبي حاولي ان انت تفتتي كله في بعض. طبعا هي لسه بتستوي، لما تستوي خلاص نصفي عليها الطماطم وارجع لكم تاني. كنت ضربه عصير طماطم، 5 طماطمات كده. ضربتهم كويس اوي بالخلاط واصفيهم عليها ونرجع مع بعض تاني. دي الطماطم بتاعتنا هنصفيها ونرجع لكم. وهنا يا حبايب قلبي صفينا الطماطم، هنسيبها تتسبك مع بعضها وتتهري خالص، وهوريكم النتيجه. شايفين الجمال؟ دي نبذه لسه بقى اما تنشف. للعلم يا جماعه، عشان اللي هينتقدني في البطاطس، انا عارفه ان هي اساس المسقعه برنجان وفلفل بس. لكن انا عشان اولادي اعداء للطبيخ شويه، فانا بحاول ادخل كل العناصر يعني اللي هما بياكلوهاش بصلصه وكده، فانا بدخلها لهم في حاجه زي كده. فانا بزود البطاطس معاها، على فكره بتدي طعم جميل قوي. بالذات انا بسيبها لما تستوي مع بعضها خلاص، هي هدت عليها اهو، بسيبها تستوي مع بعضها. بسيبها تستوي خالص، وبعد كده ادخلها الفرن بتاخد لون تحمير، بتبقى ناشفه وبتبقى طعمه جدا. جربوها بالطريقه دي بجد بجد، ولادكم يحبوها. وخلينا مع بعض. وهنا يا حبايب قلبي كانت نتيجة المسقعة بعد ما دخلناها الفرن. نسيت انها سخنة. بعد ما دخلناها الفرن خدت وش كده، بجد تحفة تحفة تحفة، تعجبكم جدا. مش باين بقى فيها البرنجان ولا الفلفل ولا البطاطس حتى اللي احنا عملناها، كله اتهرس في بعضه، خد طبقة بقى نشفت خالص. اجربها لكم كده، اللي هي خدت بقى الطبقة اللي هي يعني فاهميني، نشفت بقت كلها حتة واحدة بجد. بجد جميلة. طبعا حراقة، انا بحبها حراقة قوي. جربوها بجد هتدعولي. دمتم بخير يا حبيب قلبي. وطبعا عملنا معاها شوية رز ابيض، وفي يعني بحبها بعيش. يلا نغرف.